ايه رأيك في شكل البانيه بتاع القمر ده؟ عاملين شوية بانيه ولا غلطة بجد، محافظ على الكفر بتاعه، وهقولك ازاي تفرزيه في الفريزر هينفعك قوي في ايام المدارس. وعاملين شوية مكرونة وصلصة فوق التحفة، ولا الجلاش ابو كاستر ده. بصي غدوة بصراحة تحفة، عاملين حلو وحادق. الفيديو هيعجبك قوي. تعالى اوريكي قلب الجلاش بتاعي. بأمانة الجلاش ده خطير، سهل وبسيط، حاجة حلوة قوي، اسهل حاجة تعمليها في الحلويات. هنا هوريكي ظهره، شايفة ظهره تحفة. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقولك عملنا الاكل ده ازاي. اول حاجة هنتبل البانيه بتاعنا. بصوا انا ولا بحبه السمك بتاعه رفيع ولا تخين، حلو قوي ده كده. شايفة غاسلينه ومنضفينه ومخلينه زي الفل. هنجيب الخلاط بتاعنا. بصوا بقى البانيه ده سريع قوي، وهنحط كل حاجه في الخلاط، مش هنحط بقى في بيض ودقيق والكلام ده خالص. اعملي الطريقه دي هتعجبك قوي، سهله وسريعه وتحفه كمان. بصوا بقى معايا في الخلاط نزلت ببصلايه واحده من الطماطم، هنزل بعلبه زبادي او نص كوبايه لبن. يبقى انا نزلت في الخلاط ببصل وطماطم وزبادي. لكل كيلو من البانيه لبضايه. معلقه فلفل اسود، معلقه من السبع بهار، نص معلقه من الملح كبير، والملح ده ظبطي بقى ملحك حقيقك اللي انت عايزاه. معايا صويا صوص، بحط معلقه كبيره بالشكل ده، بيبقى طعمه حلو قوي ومزز وهيعجبك قوي. شايفين ما بين ايدي كده زعتر، ما بحطش اكتر من كده. نص معلقه صغيره بابريكا مدخنه، بس كده. اروح اضربهم وارجع لك تاني. وبس كده هتنزلي على البانيه بتاعك. شايفين مفيش اسهل ولا ابسط من كده، والطعم فوق التحفه. هتقلبيه بس كويس. وبعد ما احنا تبلناه بالشكل ده، بصي بقى لو انت جايبه بانيه وهتشيليه في الفريزر، شيليه متبل بالطريقه دي. هوريكي انا شايلاه ازاي. بصوا ده اللي انا شايلاه، بتطلعيه حايق وبيبقى طعمه تحفه ومتبل. يا دوبك بتعمليه في الفيجيتار بتاعك وبتقلي، ولا بنزل في بيض ولا في اي حاجه، والتتبيله فوق التحفه. ده اللي احنا هنعمله النهارده، وده اللي بتبله وبشيله. شايفه وبيبقى حايق وخطير. جربيها هتعجبك قوي. مش كل ما بنجيب بنتبل. بتحطيها بقى في اكياس، في اطباق اللي عندك المتاح عندك حطيه. انا بحطه في اكياس عشان ما ياخدش معايا مكان في الفريزر. خلاص تبلنا البانيه بتاعنا. بتحطي بقى على قد الطاقه بتاعتك لاولادك للمدرسه الصبح لو انت حابه تقلي لهم. شايفه بتقسميه اكياس وبتشيليه. في حد جه عندك على غفله، راح مطلعه كيس وشويه مكرونه، بتعملي لهم احلى غدوه. نحط شويه تتبيله. هقليه معاكم دلوقتي وهوريكي كمان شكله بعد ما بيطلع من الفريزر، بيبقى طعمه وشكله فوق التحفه. بشيله بالشكل ده وبس كده. بتشيليه في الفريزر بتاعك زي ما انا بقولك. لو دخل عليكي ضيوف او مدارس الصبح بينفعك، او بتطلعيه قبليها بليله. ولو حد جه في نفس الوقت بتطلعيه، ما بياخدش وقت خالص، وهيبقى معاكي بالجمال ده. شايفه خطير بجد، احلى تتبيله. هقليه معاكم دلوقتي وتعالوا نعمل شويه مكرونه تحفه. وبعد ما احنا تبلنا البانيه، معايا طاسه فيها شويه من الزيت وبصلايه كده متوسطه، ولا صغيره ولا كبيره. نخرطها احنا واقفين كده على النار. انا مشغله الطاسه دي على النار. خرطيها خرط رفيعه. المكرونه بيبقى طعمها حلو قوي بالبصل والثومه، جربيها تعجبك قوي. قلنا بقى نعمل شويه مكرونه جنب البانيه. كده احنا خرطنا البصل يا دوبك نديها اللون الذهبي الجميل، وتنزلي بالثوم بتاعك. واول ما الثومه تخش على الحمار باللون والشكل اللي انت شايفاه ده، تنزلي بمعلقه ثوم حلوه، ولا صغيره ولا كبيره. تاكلي احلى تسبيكه.
ما تخليش البصله تحمر معاكي اكتر من كده. في المرحله دي الاتنين هياخدوا نفس اللون. واول ما البصل والثوم ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده، لا تنزلي بنص ليمونه لما معلقه خل كبيره بالشكل ده. واول ما نزلت بالخل هننزل بمعلقتين صلصه كبار بالشكل ده. قلبي تقلبتين بس. تنزلي بالطماطم بتاعتك وبس كده. عملنا احلى تسبيكه للمكرونه. واول ما تنزلي بالطماطم بتاعتك بننزل بمعلقه سكر صغيره، سنه بسيطه من الفلفل الاسمر، تحيقي الملح بتاعك وخلاص على كده. ومن عقبال الطماطم بتاعتي ما تتسبك والميه بتاعتي تغلي هنسلق كيلو من المكرونه، نكون عملنا لهم حاجه حلوه سهله وبسيطه. تعالوا اقول لكم هنعمل لهم ايه. وزي ما انا قلت لك كده احنا خلصنا البانيه بتاعنا وعملنا التسبيكه بتاعه المكرونه وبنسلق المكرونه كمان. من عقبال ما نخلص الحاجات دي نكون عملنا لهم حاجه حلوه سهله وسريعه. معايا في اللبانه بتاعتي نص كيلو حليب او لبن، سموه زي ما بتسموه. اللبن بتاعي دافي، ما ينفعش انزل عليه بنشا او كاستر هيكتل منك، فهدوبه مع البارد وهنزل عليه في اللبانه بتاعتي. نص كيلو بياخد معاكي 3 معالق نشا او كاستر، بس انا الكاستر بتاعي كان قليل فكملت نشا. خلاص هتنزلي ب3 معالق نشا او كاستر، هدوبهم وهنزل عليهم على اللبن على طول. هنزل بمعلقتين من القشطه وكيس من الفانيليا. خلاص هتدوبيه وبعدين ترفعيه على النار، هيبقى معاكي احلى مهلبيه. نزلت بمعلقتين قشطه. طبعا اللبن بتاعك لو ساقع انت هتنزلي بالمكونات دي كلها في اللبانه بتاعتك، مش هندوب باي حاجه من بره، لكن انا عشان اللبن بتاعي دافي عملت الخطوه دي. تنزلي بيهم على طول كده وترفعيهم على النار، هيبقى معاكي احلى مهلبيه. شايفين المهلبيه بتاعتي ربطت وبقت جميله ازاي؟ هركنها على جنب. تعالوا بقى اوريكم على النار قبل ما ابدا في الجلاش بتاعي. المكرونه بتاعتي اتسلقت، شايفين مفلفله وجميله ازاي؟ خطيره. شايفه بقى التسبيكه بتاعتي فوق التحفه. هستنى لها بس سيكه واحده وهطفي عليها. معايا الماده الدهنيه اللي انا هورق بيها الجلاش، حاطه زبده على سمنه على معلقتين من الزبادي على معلقه صغيره من البيكنج باودر. بس كده هدهن الصاج الاول بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده. معايا نص كيلو من الجلاش. باخد ورقه بالشكل ده وهاخد ورقتين. اسهل حاجه هتعمليها والطعم فوق التحفه. انا عندي كوبايه شربات في التلاجة، مش هعمل له شربات. لو انت حابه تعملي شربات، كوبايه واحده من السكر عليها نص كوبايه من الميه، هتغليها يا دوبك تغلي 5 أو 7 دقايق معاكي ويبقى معاكي احلى شربات. وعصره ليمون. بنتني دي بالشكل ده. نجيب معلقه، تحطي معلقتين بالشكل اللي انت شايفاه ده. حلو قوي كده، ما تكتريش اكتر من كده. وهنطبقهم كده، وهندهن كمان عشان يبقى مورق طعمه جميل معاكي. معايا التسبيكه لسه على النار. انت واقفه عملتي حاجه حلوه لاولادك، وعملتي كمان تبلتي البانيه بتاعك. وهنقلي لهم دلوقتي بانيه كمان يتغدوا. وعملنا مكرونه، ما طلعناش لسه من المطبخ. شايفين؟ ترصيه في الصاج بالشكل ده. هعمل معاكم واحده كمان. بتاخدي واحده بتطبقيها كده، هندهنها تحطي ورقه كده، انزلي بالحشوه بتاعتك. يبقى احنا مطبقين بورقه وتانيين على ورقتين، يبقى الفطيره بتاعتنا واخده 3 ورقات. شايفه؟ مفيش اسهل ولا ابسط من كده. طبقيها بالشكل ده. وبس كده خلصنا احلى جلاش بالكاستر او بالمهلبيه.
هندهن بقى الوش بتاعه. احنا دهنين القاع بتاع الصاج. اروح اسويه بقى. تعالى اقول لك هعمل ايه كمان. اخر حاجه هعملها البانيه. هنتبل البانيه ونقليه. بصي بقى، ما تاخديش البانيه بايدك وتحطيه في البقسماط. خلاص، هتاخدي بشوكه زي كده وتحطي، ترجعي تاني الشوكه وتتبلي. ايدك ناشفه تعملي كده، اضغطي على البقسماط. بصي هتطلع ايدك نضيفه وجميله. كرري الحركه دي مره او مرتين. ما ننزلناش بقى بيض ولا اي حاجه. مفروضي بالشكل ده. تبلي البانيه كله وبعدين تروحي تقليه على النار. شايفين؟ ما ببلش ايدي عشان ايدك تبقى ناشفه. وياما تحطي البانيه حطيه في حاجه عاليه. تحطي الفيجيتار حطيه في حاجه عاليه عشان ما تبهدليش الدنيا. حاجه تكون ليها سن زي كده. شايفه؟ هتبل البانيه بتاعي كله بالشكل ده وهقليه. وتعالوا بقى نقدم الاكل ويكون معانا الجلاش بتاعنا طلع واوريكي شكله. تبل البانيه بتاعي كله بالشكل ده واروح اقليه وارجع. بصوا انا قليت البانيه في نفس الوقت الجلاش بتاعي استوى. شايفين شكله؟ معايا بقى كوبايه عسل. انا ما عملتهاش، هي كانت موجوده عندي. العسل بتاعي بارد والجلاش لسه طالع من الفرن. على فكره طبيعي لو واحده اتفتحت منك كده عادي خالص. بعد ما احنا ضفنا له العسل، معلقه سكر بودر بالشكل ده. شايفين شكل الجلاش؟ تحفه. تعالوا بقى نقدم اكلنا كله مع بعض. وبس كده، هو ده شكل الاكل بتاعنا. عملنا حلو وحادق. شايفين شكل البانيه بتاعي؟ حافظ على الكفر بتاعه مش واقع. تحفه. تبلناه بطريقه بسيطه قوي وتحفه. يا رب تجربيها وتعجبك، انا واثقه. شايفه شكل بقى المكرونه والصلصه بتاعتنا، احنا بنحبها الطماطم بتاعتها كتيره قوي كده. شايفه شكل الاكل بتاعنا ولا الجلاش بقى فوق التحفه. اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدتي منه.